لو كان هذا بادو زكي كي كان هنا وراولو بلي صح رجعوا في بلاصه وراولو بلي صحفيين جزائريين بالتحديد ماشي خلينا ماشي بالتحديد كريم. هايديك من تبدا من الاحترام هنا. الكرة الجزائرية مريضة من الداخل، ما كان ني صحافة ني جورناليست ني والو. الكرة الجزائرية أنا عبد الضعيف نقولها لك بهذا المنبر مريضة من الداخل، سوء التسيير، سوء التحكيم، سوء التكوين، كلش سوء التكوين، مراكز التكوين. هذه هي كرة الجزائر، وإحنا في الجزائر ما نحبوش اللي يهضر الحق وما نحبوش الحقيقة. ما تعممش اسمه بون هو عاود ريكتيفيها. قال لك البعض بصح حنا ما نسحقوا دروسنا حتى واحد. دوك انت حدنا فتنه مد رايو في التكنيك ما مدش رايو في لي جورناليست الجيريان. انا في المنتخب الجزائري كان الحلم تاعو كان اكبر بكثير، يدوز غير يمتلك اسماء وعنده اسماء اللي هي وزينه. مع كامل الاسف خرج بطريقه مخيبه للامال، لان العدو بكل صراحه ديال المنتخب الجزائري هو بعض وسائل الاعلام ديالو اللي ما كتخليش يبقى مركز على العمل ديالو. هذه دائما اطرحها على اي محلل او ناقد او اسم يقول لي المشكله دائما وسائل الاعلام الجزائريه. انت قادم لاذع يعني؟ نعم بطبيعة الحال، لأن عشت في الجزائر لموسم وعرفت العقلية الجزائرية وعرفت وسائل الإعلام، فهو يعمل ضغوط كثيرة سواء على المنتخبات سواء حتى على الفرق اللي كتكون مشاركة في عصبة الأبطال أو دور أبطال إفريقيا. لهذا فالعدو ديال المنتخب الجزائري الاعلام الجزائري بعض ماشي الكل، بعض وسائل الاعلام الجزائري اللي لغه التعميم لغه الجهلاء. نحن نتكلم عن البعض. والتصريح ربما راح يقيس شويه رضا ومنير تاع بادو زكي خلقت بعض وسائل الاعلام عدوه للمنتخب الوطني حسب بادو زكي اللي كان شغال منصب مدرب في وقت سابق في احد الانديه الجزائريه ولا في المنتخب. هذا رايه ها قال كلمه قرا هذا الرأي تاعو. خدم سير بهذا. هذا رأي مدرب شغل هنا في الجزائر وشاف العقلية دوك مزيان. قال بعض وسائل الاعلام، ما قالش كل. باسكو في كل ميتي كاين بعض وكاين رجال وكاين ماشي رجال. مي او دولا دو سا دوك اذا تكلمنا على تمد لنا دروس، لا احنا ما نسحقوش دروس. ماشي كي جا بادو زكي باسكو بادو زكي نكون له كل الاحترام والتقدير. انت انتبه بالمنتخب تاعك، اشتغل بالمنتخب تاعك وانتبه بالمنتخب تاعك والاعلام تاعك باسكو انا بالنسبه لي الاعلام عندما ينتقد، يعني نهضر الناس اللي تنتقد انتقادات بناءه، الهدف تاعها واش هي انها نصلحوا اخطاء. فهمت؟ عندما نسلط الضوء على خطا لا يعني اننا احنا فرحانين ولا باسكو دوك ولات العقليه هذيك تاع كاين بعض الصحفيين ولا سمعوا تصريحات منا ولا هليك يقول لك يفرحوا كي يخلصوا المنتخب الوطني. سوا كان اذا ما هدرش غير المنتخب الوطني، هدر حتى على الفرق حتى لي كلوب. وقال لك لي كلوب اللي بارتيسيبو كوب دافريك ولا كوب دو لاكاف، يعني قال لك لا بريس يديروا عليهم الضغط وكذا. ما تكمل اذا كمل. انا بالنسبه لي الصحفيين ولا الصحافه المهنه تاعها هي تنوير الراي العام، تعطي المعلومه عن للراي العام. قال مثلا كما يقول عمر نادي ولا منتخب ولا، قال هاي لك لانفورماسيون تالكالي بلا ما نمد التاثيرات وبلا ما نزوقها ولا ننمقها ونمدها لك. هذا هو الاعلام الهادف، والاعلام اللي يمشي ويواكب تطورات المنتخب ولا النادي. احنا ماشي احنا اللي خلقت عندنا الصحافه ولا ماتت عندنا الصحافه في العالم الكل. روح شوف الندوات الصحفيه تاع الانديه سواء الانديه الاوروبيه ولا خلينا انا نشوف احنا اوروبا مثلا، شوف المنتخبات كيفاش تشوف صحفيين، تشوف كيفاش يطرح سؤال وكانه هو تاعو هذا المنتخب، بصح الاجابه تاع هذاك المتلقي وهذاك السيد اللي يكون بطريقه لبقه ولا باسكو لازم تكون فيها احترام متبادل بين الكلاب والصحفي ولا الصحفي والمنتخب ولا المدرب ولا. هذو هما الامور الايجابيه بصح كي نكونوا احنا باسكو علاش المصلحه تاع المدرب هذا والمصلحه تاع الجورناليست هذا هي مصلحه واحده. فهمت؟ دوك انا نهضروا على ليكيب ناسيونال ولا واش ماذا بينا احنا
كما يقول لي هما ماذا بينا خرجنا مع لا سويس، هي غادتني انا غادتني انا بالك قلب كليت حوايجي. هذا المنتخب تاعنا فهمت. نحو هذه كما كان يقول منير اللي يظل يناضل عليها، يقول باللي نحو الكاسكيطه تاع انني مع هذا وانني مع هذا. المنتخب تاعنا ولا النادي تاعنا فريق واحد وكذا كلش. وهذا بدو زكي واش نقول لك؟ الله يعاودك. حتى هو في قبل مباراة المنتخب بلاده كان صحفي من الصحفيين تاع بلاده صرا له مشكل في قاعة الندوات وانا شفناها ضرب. نجي عندك منير سؤال، اسمح لي دوك نجي عندك ياسين. كاينه حاجه دوك ماشي زعما كي ولات دوك لا نقبل درس من اي احد، احنا ما نقبلوا اي درس من اي احد. المنتخب المغربي ولا انت سي بدو زكي ربي يعاونك المنتخب المغربي، بصح باش تنقل الواقع اللي ماشي هو واقع. لا بريس واش تلعب في ارضيه الميدان، قال لا بريس تلموت بزاف لا بريسيون. هذه صحافه وعندها الدور وعندها لازم ماشي بريسيون تهدر. اسكو الهضره تاعها يعني انها راهي دير ضغط ايجابيه ولا سلبيه؟ من عندك منير دقيقه دوك نجي عندك ياسين. منير معليش ما تروحليش فكره. الله يعينك. شوف لا بريس بلي بالك الصحافه الجزائريه راهي دير ضغط كبير بالك على المنتخب ولا لي كلوب ولا الاتحاديه على حسابه هو. شوف هذا تقني مدرب عنده اسم ثقيل، كان من الاجدر ولا تكلمت على المنتخب الوطني روح للجانب التقني. تنتقد بيتكوفيتش، تنتقد الطاقم الفني كي تحب تمد دروس للناس، بصح دوك انت رحت مباشره المنتخب الوطني سبابه وسائل الاعلام. هل وسائل الاعلام هما اللي داروا لا ليست؟ هل وسائل الاعلام هما اللي عندهم خطه تكتيكيه دخلوا بها؟ هل وسائل الاعلام هي اللي كانت تلعب على ارضيه الميدان؟ وهذا بشيء هذا لازم يفرق بين حاجه، حتى بلاطوهات وسائل باش لازم يفرق. في البلاطو كاين الصحفي وكاين المدرب وكاين لاعب سابق لاعب. دوك شكون تفائل لو كان باش تقدر تليق لي حسابك انت خدمت هنا ولا كانوا عندك مشاكل مع بعض الصحفيين في هذاك الفريق اللي خدمت فيه لازمش تعمم. ما لازمش تعمم. حتى الصحفي كان عنده مشكل اعتقد. لا بصح لا مادام هو يهضر هكذا على باله على شو يهضر هكذا، هو على باله على شو يهضر هكذا. صح ما تعممش سيمو بون. هو عاود ريكتيفيها قال لك البعض عاود قال البعض. بصح حنا ما نسحقوا دروسنا حتى واحد. دوك انت حد لنا فتنه هنا دوك الناس الراي العام راك توجه الراي العام باش سباب المنتخب الجزائري هي وسائل الاعلام لا كل الصحفيين باستثناء بالك فئه قليله. ناس قاعد تحب المنتخب هذا محمد، ناس قاعد تحب بلادها، ناس قاعد تزعف وكان ناس بكات والناس ما ياكلوش والناس كلام كبير. كاين بعض الناس ربي يسامحهم ما عنده حتى علاقه مع الصحفيين ويبريزونتي روحه صحفي باش تكون على بالك. كريم على بالك وانا على بالي. يا كريم هذا شوف هذه ريد دقيقه هذا انديبا بيناتنا. حنا نهضروه نورمال بصح دوك هذا ما كان ما دخلوا اجنبي او دخلنا 18 وعطانا حوايج محمد راك دخلت لنا هنا باش تقول باللي الصحافه هذه هي سبب الاخر او يوجه هذا راه يوجه في الراي العام باش يديك لي حساباته ولا ماشي كما تقول قيلها وقالها. هذا راه حاب يوجه الراي العام باللي الصحافه خلاص وجهوها ويقول له باللي الصحافه هي سبب الفريق الوطني. لا بصح دوك الناس او يقول اللي كل الفرق باللي اسباب المشاكل الجزائريه الصحافه تاعها. لا شو هذا سي نابورت كوا انا نعتبرها هكذا. لا قلنا واش قال عندك الحق. عمر عليه لا هو انا نجاوب في بلاصتك. انا نعرفه معليش هذا مدرب وانا نعرفه خدم في فريق الجار ماهوش بروبليم. هو نورمالمون يهضر من الجانب التقني تسمى تكنيكمون قال فوالا الفريق الجزائري قال هاوليك ما مشاش مليح في هذه بالك ولا ربما نديو عليه حاجه بصح هذه حاجه ما عندهم يدخلوا فيها. ما عنده حتى حاجه. عندي سؤال برك هادو الاشياء هادو ياسين هادو الاشياء هادو اللي حب هو حب يدير دوك جو سي با يهضرها هكذا. ثاني قلت له انا رضا راني قلت له كاين دي زونترينور لهنا كاين دي زونترينور ثاني قالوا هذا الكلام سي اون انسيتاسيون لا فيولونس ديريكت بور لانسي لي جورناليست سي با نورمال. مهما تكون ديفيرونس تاع اراء مهما تكون ديفيرونس تاع وجهات نظر احترمني احترمك. هاو الاشكاليه ورا اليوم
اصبع الاتهام الصحافه وكاننا امام محاكمه الصحفيين. كاين دي زونترينور اخفاقوا في المهام تاعو كي باش يبرر الاخفاق تاعو. واش يقول لك؟ اسمع، كاين دي جورناليست لهنا فرحانين كيخسر المنتخب الوطني. واش معناتها؟ بصح كراف هذه كي تكون قالوا ولا ما قالوهاش؟ قالوا ولا ما قالوهاش؟ ماشي قالوا بلي كاين. سامحني يا رجال، انا ما سمعت، انا ما سمعت بصح كنت سمعت هكذا. قال لك كل واحد يهدر على واسمه، انا ما سمعتهاش. قال لك كاين 6 جورناليست راهم باينين لي كونتر المنتخب الوطني. شكون هذا ريدا اللي قالها؟ لا هذه مش معناتها شدهم هذوك لي جورناليست، ابعثهم خلي الناس تقتلهم. هذه هضره الناس. هاي اللي كمين تبدا من الاحترام هنا. لو كان هذا بادو زاكي كي كان هنا وراو له بلي صح، رجعوه في بلاصه وراو له بلي صحفيين جزائريين بالتحديد. ماشي خلينا ماشي بالتحديد كريم. قال انا عندي وجهه نظر بدون خلفيه. هذيك المشكل بدون خلفيه. قال الجورناليست هذا ويخدم في خدمته. هذا الكلام اللي قالوه من الماضي. كمدرب وكذا هو لا يمد رايه في التكنيك، ما يمدش رايه في لي جورناليست الجيريان. حنا بلادنا بيناتنا، وهذه الفريق تاعنا نديروا الضغط ما نديروش الضغط، هذيك حاجه تخصنا احنا ماشي هو اللي هذا. ما واش حبيت تقول؟ حبيت نقول لك اذا عندك بالك مع الصحافه نسقسيك على المفتاح حبي روح كريم. حبيت نسقسيك اسك انت كاونسيان مسير اونسيان ديريجو كان عندك مشكل مع الصحفيين ولا ما علاش؟ بصح كي يكون عندي بيننا في بلادنا بيننا بيناتنا دوك صحافي يكتب حاجه باك ما عجبتنيش انا ولا قال اسمع فلان رضا واش راك دير وقدامنا، هذه حاجه بيناتنا. برك حنا جبدنا على بادو زاكي. حنا قلت لك نعاود لك باللي حنا نحترموه، هو انسان انتيك. ما على باليش انا كيفاش ندير هذه الحاجه. بورتو كان هنا عاش معنا هنا في الجزائر وما شفنا منه غير الخير. بصح نقول له يا سي بادو زاكي حنا نحترموك، ماشي انت اللي تعطينا الدروس، ماشي انت اللي تحب دير فتنه بيناتنا. ربي يهديك وصلاة به. لا دوكا قال بالك عندنا لي جوار يعني بزاف. شغل واش معناتها شغل المشكل هادو لي جوار عندهم لا كاليتي كبيره والمدرب هايل والصحفيين اللي هلكوا الفارق. هذه شغل شغل زعما دخلها تكنيك. استحي شغل ماناش حابين نهضروا هضره تاع شغل بعد نتقلقون ولا نقول كيفاش دخلك انت هدر تكنيك لي جوار كاينين. شكون اللي قال لك انت كيفاش الناس قاعده تقول يا كو 3 جوار اللي راهم فالار، كيفاش انت تقول 20 فالار ومدرب كونجيلاتير كيما يقول عمر يا خويا وكيفاش دخل صحفي في الوسط كريم. ولا دوكا اللي كاش مشكل الصحفيين ولا غير الصحفيين من ينتسبون الى الصحافه. انا نهضر على الصحفيين اللي الناس قراو عندهم الباك بليس 4 زاد ناس قراو في الجامعات الجزائريه وتكونوا كصحفيين. انا نهضر عليهم هادو، مانيش نهضر واش راك تهضر انت اللي يديروا الصحف هذوك. لا لازم نفرقوا بين كما قال لك رضا هذوك من اشباه ممن ينتسب ماشي اشباه ينتسبون الى الصحافه. بارك الله. هما لا علاقه لا علاقه. بارك الله فيك. اللي راجل سواء بلومبي سواء حفاف سواء بومبي رضا هذا واش هذا واش في كاع الصحافيين. لك والله غير المراه علاش درت بادو زاكي؟ الكره الجزائريه مريضه من الداخل، ما كان ني صحافه ني جورناليست ني والو. الكره الجزائريه انا عبد الضعيف نقولها لك بهذا المنبر مريضه من الداخل. سوء التسيير، سوء التحكيم، سوء التكوين، كلش سوء التكوين، مراكز تكوين. هذه هي كرة الجزائر. وإحنا في الجزائر ما نحبوش اللي يهضر الحق وما نحبوش الحقيقة. والجزائريين اللي يتبعوا كرة القدم بالمسيرين وكلش كاين ناس بعد الناس عندهم قلبهم مرض. لا شوف غازي قلوبهم مريضه وما يحبوش الخير للناس. انا نقولها ونعاودها خويا وناسيمي واش راني نهضر. شوف انا قدامك انا ماشي ماناجر، ماني ماناجر. هذا سليفي صغير، طفل صغير حد كيفاش ندخلوه باش يلعب زعما لعبوه صغير. انا هنا اللي نهضر معاك سليفي عنده وليدو اقسم بالله غير وليت ما نرقدش الليل غير. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. كما شفنا الاخوان في هذا الفيديو الاعلام الجزائري ما عجبوش الحال من بادو الزاكي،
من بعد لقاء الصحفي اللي كان عند بدو الزكي واللي كان في وسط الأسئلة اللي كانت عنده الحديث عن المنتخب الجزائري والخروج ديالو من كأس العالم، بدو الزكي هضر بصراحة وقال بأن بزاف ديال الأمور اللي هضر على الإخفاق اللي دار المنتخب الجزائري والخروج ديالو من كأس العالم بنتيجة اللي ما كانتش مرضية واللي ما كانتش عند حسن التوقعات ديال الإعلام الجزائري. وقال بأن أكبر عدو للمنتخب الجزائري فهو الإعلام الجزائري، وقال لك بحكم أنني أنا كنت تما واشتغلت لواحد السنة كاملة في الجزائر راه تنعرف الإعلام ديالهم وتنعرف كيفاش تيهضروا وكيفاش يديروا الضغط على المنتخب وعلى الأندية حتى هي، وهذا هو اللي تيخلي أن كما قال هذاك الإعلام هو أكبر عدو للمنتخب. وهاد الهضرة هذه ما عجباتش الإعلام الجزائري وناضوا تيهضروا على بدو الزكي وتيهضروا على تيقول لك ما عجبهمش الحال علاش هضر عليهم وعلاش قال ديك الهضره وعلاش قال بانهم هما اكبر عدو للمنتخب الجزائري، فيما الحقيقه والواقع راه هي هذه ان المنتخب الجزائري اكبر عدو ديالو فراه هو الاعلام الجزائري اللي غير نايضي البلاطوات عندهم بقات جيب فمو وقول لا على المنتخب الجزائري ولا على كما تنعرفوا على المغرب وعلى المنتخب المغربي اللي غاديين وعندهم شي نماذج سبحان الله تيجيبوهم في البلاطوات ما تعرفوا واش تيهضر ولا اش تيدير، تقدر تبقى تصنت ليه شحال وما تعرفوا حتى شنو قال وما تاخذ منه حتى جمله مفيده. اخوان ديالي هادشي اللي كان عندنا اليوم في هذا الفيديو، نتمنوا انه يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنسوناش من الشجاع اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، الى الملتقى باذن الله.